بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسام الجبار خلص على المقاولين، خلص عليه ذبح النهارده وسلخ وعمل كل حاجة النهارده. وسام أبو علي صاحب اللقطة دلوقتي، بقى هو دلوقتي الفرخة بكشك عند جمهور الأهلي وله حق. وكل مادة وكل ما بيتألق وبيجيب اجوان، نفسي بس جماهير الاهلي تعرف ان الراجل كولر ده كان مقعد قنبلة اهداف. يعني راجل بيعرف يجيب جون من الهوا بيجيب جون. ازاي كان عنده الجرأة والجراءة ان يلاعب عليه مودست؟ انا بستغرب. يعني انا اما تفكر فيها كده كلاعب كوره وكمدرب كوره وكمشجع كوره وكمحلل كوره ومقدم برامج ومخرج وحكم، ازاي الراجل ده كان بيقعد احتياطي؟ يعني اللمسه التهديفيه وعنده الحس التهديفي ده، وان كان يقعد احتياطي المودست. وخلي بالكوا برضو، يعني اول حاجه كهربا فقد الامل لما شاف تألق الراجل ده. تألق الراجل ده هو اللي وقع كهربا، خلي بالك، لان خلاص مش هيدي فرصه لحد تاني ان يلعب في الحته دي. فانا بقول لكهربا بقى، يعني من دلوقتي يعني ابحث عن عرض بره مصر، سيبك من مصر. وسام ابو علي النهارده عمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه في الكوره، وهو مدي ظهره بيجيب جون، وهو بره ال 18 بيجيب جون، وهو في الزحمه بيجيب جون. الراجل بالمقاومات دي ازاي كان بيقعد احتياطي؟ خلي بالك، من ساعة لما رجع النادي الأهلي من بطولة أفريقيا ووسام ركب بعد كمان مودست ما مشي. خلي بالك لو مودست موجود والله ما كان الراجل هيديله، كان برضه هيدي لده ويدي لده، وهيدي المودست الأول وينزل وسام في الآخر، أو يلعبه شوية وما جابش جوانا يقوم جاي مغيره ومنزل مودست. بس من ساعة لما مودست مشي والراجل اعتمد عليه، جاب له الدوري. وفي الماتشات الصعبة بيراميدز جاب له هدفين الماتش الاولاني وهدف الماتش الثاني. في المصري سيراميكا النهارده. مين تاني؟ يعني كل الفرق اللي هو لعب بعد ما مودست مشي هدف فيها، وهو سبب من اسباب ان الدوري يرجع للنادي الاهلي. ف دي العقليات بقى اللي احنا بقى، طبعا كل جماهير الاهلي هتطلع وتقول لك لا اصلي ما اعرفش ايه. لا، انتوا لازم تفنطوا بقى وتفرزوا، يعني ان الراجل ده كولر كان بيقعده ازاي. اظن بقى اللي يطلع يهاجم ويشتم يبقى ده راجل يعني بصراحه لا عنده فكره عن الكوره ولا شجع كوره ولا الكلام ده، لان حاجه بالمحسوس كده، حاجه بالنظره. ازاي وسام ابو علي ده كان بيقعد احتياطي؟ ازاي؟ انا متهيألي لو من اول ما جه في الدور الثاني وكان خد الماتشات زي ما خدها دلوقتي، كان زمان دلوقتي عنده 30 35 هدف واكتر كمان. ولكن هنقول ايه؟ نرجع بقى للمباراه. المباراه النهارده من احسن مباريات للنادي الاهلي الفتره الاخيره، المشفيه اللي ما فيهاش اخطاء تحكيميه ولا فيها اخطاء اخراجيه ولا فيها اخطاء فاريه او الفار، واخد بالك، ولا حكام. النهارده المباراه النادي الاهلي مسيطر عليها من اول ما صفر، من اول ما الحكم صفر وهو النادي الاهلي مسيطر. شكله عايز يخلص المباراه بدري، شكله عايز ينهي بدري. وفعلا في الدقيقه 9 وسام جاب جون عالمي اللي هو لف وظهره للجون ده، وبعد كده الدقيقه 19 جاب الجون الثاني، خلاص قتل المباراه. فرقه المقاولين بقى لا حول ولا قوه، عشان ما حدش بس يطلع يقول لي هو الاهلي لما بيكسب انت بتوقع الفرق اللي قدامه. ده ما شافوش، انا ما شفتش شوبير النهارده. حد فيكم شاف شوبير؟ ليه؟ لان الضغط كان في نص الملعب عليهم وهي فرقه مستسلمه اصلا. واللي يقول غير كده يبقى راجل ملوش في الكوره، يبقى يجي على جنب كده لا يعلق ولا يتكلم، يجي على جنب كده ويعلق. انا بقول لك الاهلي نازل من البدايه
وخلص المباراه في الدقيقه 9 والدقيقه 19. ولكن فرقه المقاولين تحسسك بقى ان في كوره مثلا تتشاط، يطلع شوبير يطلعها، يطلع كوره عرضيه، يطلع انفراد ياخده كده. ما شفناش حاجه من الحاجات دي. وبرضو يعني الله يكون في عون الناس اللي هي موجوده حاليا، الجهاز الفني، لان جاي على فرقه مذبوحه من قبل ما يجي، وقع. ومنهم لله اللي كانوا السبب بقى من الاول السنه وفي نص السنه وناس من الاداره تشيل برضو الكلام ده، عشان حرام يعني. لان نادي المقاولين بتاريخه الكبير ده حرام يهبط، والله حرام يعني. بس هنقول ايه بقى؟ المجاملات ومحسوبيات والبيزنس تحت الترابيزه وفوق الترابيزه وقعوا المقاولين السنه دي باللعيبه اللي جت واللعيبه اللي مشيت حاجات بقى كتير. هم بقى احرار، هم اكتر ناس اتضروا يعني. بس بعد كده اي فرقه يعني ما تسيبش الحبل للمدير الفني، لان بقى فيه دلوقتي شغل من تحت الترابيزه كتير كتير كتير، بدليل القماشه اللعيبه اللي جت في اول الموسم 3/4 مشوا بين الدورين. نرجع تاني للنادي الاهلي. النادي الاهلي وسام ابو علي هو نجم الشباك النهارده، وكل كوره حسين الشحات وسام ابو علي عند حسام ابو علي عند النهارده. الى حد ما امام احسن من الماتشات اللي فاتت دي كلها. يعني النهارده يعني امام احسن من الماتشات اللي فاتت دي كلها. رامي ربيعه النهارده هايل، بجد هايل، واقف وعينه على الكوره بيطلع يكمل، وعمل الجون الثاني لوسام ابو علي. ما فيش خطوره، كل الكرات العاليه واخدها. في نص الملعب اكرم ده حاجه. انا قلت اكرم توفيق ده عايزين تلعبوه، ما تلعبوش باك رايت نص الملعب، وهو الراجل اهو حجز مكان في منتخب مصر وحاطط رجل على رجل في الحته دي. واحنا قلنا امام، وطبعا نجم الشباك وسام، واخد بالك. نقول مين تاني؟ كريم فؤاد برضه حاجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعايز اقول للراجل بقى اللي اسمه كولر ده، يعني عندك بيرسي تاو وعندك احمد عبد القادر وعندك قفشه. فين قفشه؟ قفشه قاعد على الدكه، ازاي ما تلعبوش يعني اخر ربع ساعه تلت ساعه؟ ولا انت لما تزنق تنزل يعني هو قفشه الخير اللي انت فيه ده بسبب قفشه. فاكرين كاس مصر؟ والله الاهلي ما كان راح للجون قبل ما قفشه ينزل. بمجرد ما قفشه نزل واحده جون، هو جاب جون وكسب وقلب الدنيا وعمل شكل، وعمل اخر ربع ساعه شكل للنادي الاهلي ما حصلش، وجاب له البطوله. ماتش بيراميدز الاخير اللي هو الاولاني يعني، الاهلي لايص والفرقه مش عارفه تمسك كوره، نزل قفشه هوب 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 وقام جايب الجون، جاب له البطوله بتاعت الدوري اللي هو بيتمنظر عليه دلوقتي، ومقعدوا احتياطي ما بيلعبوش عشان الراجل بيبقى في احسن حالاته وهو في الملعب ويطلعه. وفي ناس تانية بتشحق كرة في الملعب وتبقى ملطشه ومش شايفه وبيسيبهم. عشان كده الواد اتخنق، قفشه اتخنق. انا بقول لكم والله العظيم لا كلمته ولا اعرف في ايه، بس لعيب الكوره بيحس بلعيب الكوره. يعني لعيب الكوره بيحس بلعيب الكوره. يعني انت خلاص، ما انت عاقبته الماتش اللي فات، وكنت معاقب بيرسي تاو هو اللي نزل برضه احرجك، وعمر كمال اللي جاب لك جون الماتش اللي قبل اللي فات وخلى شكلك برضه وحش، والماتش اللي فات لما نزل، والنهارده عمل لك اسيست لبيرسي تاو. انت النادي الاهلي كبير عليك والله. يعني احمد ربنا، احمد ربنا ان في عوامل مساعده هي اللي خلتك دلوقتي قاعد والناس تقول لك ده ارقام 18 ماتش. احمد ربنا وقول ان الحكام والمخرجين والفار لهم دور كبير قوي في ماتشات كتيره قوي. عمرك ما كنت يعني انت ما تجيش هفوه في جوزيه. يعني انت الامانه يعني لو جوزيه ولا فايلر، الناس اللي احنا شفناهم فعلا مدربين كرة على اعلى مستوى بجد، انت ما تجيش جنبهم على. بس احمد ربنا ان في عوامل مساعده تانية. الحكم يلحقك، لو ما كانش الحكم يبقى الفار يلحقك، لو ما كانش الفار يبقى المخرج يلحقك، لو ما كانش يبقى الجماهير بتلحقك. واخد بالك؟ اخر حاجه الجماهير، يعني اول حاجه بيبقى الحكم، الفار، المخرج، الجماهير. بس انا من وجهه نظري المخرج رقم واحد، لان هو اللي بيتحكم. زي الماتش اللي فات الجول لما جه هي اتعادت ثانيه، ما شفناش لا مين واقف ولا مين مغطي ولا مين، ثانيه وما جاتش تاني، صح؟
دي بقى لو كانت للاهلي كانت بتتعاد زي النهارده 1 و2 و3 و4 و5 و6، ويجيبها لك من هنا ويجيبها لك من هنا ويجيبها لك من هنا. فاحنا يا ريت بقى الموسم اللي جاي الفرق الكومبارس كلها تتكلم وتجيب اللي هي اسمها ايه، رابطه الانديه دي، يجيبوا واحد من النادي، من قصدي من الانديه اللي هي موجوده. انسى بقى العك بتاع السنه اللي فاتت ده كله، انساه. مخرجين لازم يتحاسبوا، فار لازم يتحاسب، حكام لازم تتحاسب، واخد بالك؟ ونعرف عشان يعني انت مثلا في حكم اتصور مع لعيب وهو والمدام بتاعته واللعيب كان عريان، اتوقف اسبوع واحد بس ورجع يحكم. حكم تاني مفروض ان هم يتطبق عليهم عقوبات، ما تطبقوش وبيحكموا تاني عادي. لا الهرج والمرج ده مش عايزين نشوفه. يا اما بقى من بدايه الموسم ادوا الدوري للنادي الاهلي وخلاص، وهو فعلا يستاهلها، لان هو احسن فريق مستقر واحسن فريق بياخد حقه بالدراع ومن غير الدراع. ادوها له وريحوا دماغنا والله العظيم، ولا تخلونا نطلع نحلل ولا نتكلم في ولا نخسر ناس ولا نخسر جماهير ولا نخسر حد. عايزين نتفرج على دوري نضيف بجد بجد، يعني دوري نضيف شفاف نزيه زي الاول كده، ما يبقاش فيه عوامل مساعده. ان يا عم احنا ما بنقولش لا، اديله الاهلي يستاهل، بس يستاهل لما يلاعب فرق الجدول اللي هي من اول الدوري، لما الجدول بيتحط من اول الدوري ويتحط يكسب. ما تجيبليش بقى البلديه ماتشين، فاركو ماتشين، الداخليه ماتشين، طلائع الجيش ماتشين، مش عارف الاتحاد ماتشين، وبعد كده الاسماعيلي وهو واقع ماتشين، وبعد كده مش عارف مين تاني. ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم ومحدش قادر والمشكله ان انديه الدوري كلها كومبارس، ما فيش حد يعني، حتى اللي بيهبط ما بيقولش العب ليه ماتش الاهلي ماتشين ورا بعض؟ انت كده بتاكد هبوطي. ما تديني ماتش والماتش التاني فيما بعد اشم نفسي، يعني اخسر ال3 بونت دول واستنى ممكن اعوض الماتش اللي بعديه، اخد بونت، اخد 3 بونت كده، تبقى الحياه ماشيه. انما بيجيب له الماتشين دب يقوم جاي 6 بونت موقعه، ما مش هيقوم تاني، مش هتقوم له قومه تاني. الانديه الكومبارس دي لازم تبقى لها دور. اذا كنتوا عايزين دوري، لو ما كانش يبقى خلاص اقفلوها. اذا كان الزمالك اصلا يتسحب، يعني الزمالك اللي هو بينافس النادي الاهلي وعنده جماهير وعنده مش عارف قاعده جماهيريه كبيره، وقام جاي منسحب وسلام. طب انت اتسحبت ليه؟ هتجننونا يعني؟ اتسحبت ليه؟ ولا مطلب من المطالب بتاعتك اتحققت. الدوري اللي هو شكله كده اترسم، وكان فيه اتفاقات وفي مؤامرات على فرق. على العموم يعني مبروك للنادي الاهلي الدوري، ويا ريت اللي احنا العك بتاع السنه دي كله ما نشوفيش السنه الجايه، من اخراج نزيه، حكام نزيهه، فار يبقى نزيه، لجنه مسابقات نزيهه، رابطه انديه نزيهه، اتحاد كره نزيه. نشوف دوري نزيه ونضيف، غير كده يبقى عليه العوض. بكره ان شاء الله باذن الله مباراه مصر، بنتمنى يا رب يا رب كلنا بندعي ان الفرقه المحترمه دي اللي هي اتظلمت ظلم باين، ان ربنا يكرمهم بكره ويكسبوا فرنسا اللي هي الدوله اللي منظمه الاولمبياد عندها، وان شاء الله بامر الله يحققوا المفاجاه ويكسبوا، عشان يبقوا عملوا انجاز، وهم يستاهلوا الانجاز دي. يعني هم اللعيبه دي تستاهل الانجاز ده، لان هم تعبوا وصبروا من غير لا استعدادات، ولا حد كان معبرهم، ولا حد كان حاطط امل فيهم، ومعاهم مدرب طبعا ربنا يا رب يكرمه بكره، عشان الراجل ده صبر ونال، يبقوا فعلا صبروا ونالوا. فان شاء الله كل التوفيق بكره لمنتخب مصر، ونبارك له بكره. ولو ربنا كرم ان شاء الله بكره باذن الله يا رب باذن الله والمنتخب كسب، هعمل